السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أخوكم يوسف الخوانكي من قناة جوي بروجرامينج. فيديو جديد هنتعلم فيه إزاي ننزل الرياكت عندنا. إحنا عشان نبدأ نشغل الرياكت عندنا إحنا محتاجين شوية حاجات كده نعرفها الأول، وفي حاجات هنبدأ نعملها انستول زي حاجة اسمها النود جي اس. والنود جي اس دي اللي يعرف منكم إن هي حاجة ليها علاقة بالباك إند، وهي جافا سكريبت في الأساس، وهي ران تايم انفايرمنت. إحنا محتاجين نود جي اس ليه؟ عشان نود جي اس إحنا نبدأ نتعامل مع باكجز، أو هنتعامل مع نود باكج مانجر، فهنبدأ إن إحنا ننزل باكجز أونلاين موجودة على النود. طيب، فعشان أبدأ أنزّل ده أو أبدأ الحاجات دي تبدأ تشتغل عندي وأبدأ أعمل لها installation، لازم ولا بُد إن أنا أنزّل الNode.js. طبعًا إحنا هننزّل النسخة الrecommended اللي هي موجود عليها recommended for most users اللي هي LTS، اللي هي زي ما بيقولوا عليها last version اللي هي آخر نسخة موجودة. ولكن هنا النسخة الcurrent دي هتلاقيها حتى مكتوب لك هنا بيقول لك إيه latest features، هي لسه شغالة أو لسه موجودة، فلسه بتعمل لها إيه، بتعمل لها update، وهتلاقي عليها مشاكل وحاجات كتيرة، فإحنا بنريّح دماغنا من الموضوع دوّة خالص، وبنبدأ إن إحنا ننزّل النسخة اللي هي الLTS عشان نبعد خالص عن فكرة المشاكل بتاعتنا. اللي موجود عنده الNode.js ممكن برضه لو هو حابب يتأكد بيفتح الcommand هنا، نتأكد برضه إذا كان النود موجود عندي والّا لأ، هو بنكتب node-v. طبعًا لو هو قال لك message زي اللي موجودة عندك، اللي هو إن دي حاجة مش موجودة، أو الnode دي حاجة مش موجودة عندي، فتبدأ إنك أنت تنزّل أو تinstall الnode. يعني أنا لو كتبت node-v هيبدأ يقول لك إن الnode دي مش موجودة عندك وما فيش حاجة اسمها كده. فإحنا ننزل هنا ننزّل الnode، وهنعمل installation معاكم في الفيديو، بحيث إن أنت تبقى شايف طريقة التسطيب بتاعته هتكون عاملة إزاي. وبعد ما بينزل الapplication بتاعنا بنبدأ إن إحنا ندخل على الapplication عشان نعمل له installation، وتعالَ نشوف إيه اللي إحنا محتاجينه. زي ما أنت شايف هنا هنبدأ نعمل next، accept، next، 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 كل حاجة نفضل نكمل next للآخر لحد ما يبدأ يعمل install. وزي ما أنت شايف كده إحنا خلصنا الinstall. تعالَ نقفل الcommand اللي إحنا كنا فاتحينه، تعالَ نعمل هنا command جديد، نفتح التيرمينال نكتب node-v. هتلاقي هنا هيجيب لك الversion اللي أنت لسه منزّله، كده أنا بقى عندي الnode، فأقدر إن أنا أبدأ أشتغل أو أشوف أنا محتاج أعمل إيه بعد كده. بما إن version النود موجود عندي وهو version 18.16 اللي هو نفس النسخة ديّة، نبدأ بعد كده نشتغل ونشوف إحنا عايزين نعمل إيه. على الناحية التانية إحنا محتاجين نعرف حاجة اسمها NPM، وNPM دي هي اختصار لNode Package Manager. طيب هي دي فكرتها إيه، أو دي إيه؟ هل دي لغة برمجة أنا باشتغل عليها، والّا دي framework والّا إيه؟ لأ، هي ولا أي حاجة من كده خالص. دي community معمولة. الcommunity هي هدفها إن هي تجمّع لك كل الpackages اللي أنت ممكن تحتاجها، زي الbootstrap، زي إنك أنت تcreate Angular application، تcreate Vue application، تcreate React application، تcreate mobile app زي React Native عن طريق الNPM، كل الكلام ده. زمان قبل وجود الNPM أنت كنت ممكن تضطر عشان تcreate application لReact تقعد حرفيًا 3 ساعات من كمية المكتبات اللي أنت بتنزّلها عندك. فالناس دي ريّحتك من الفكرة دي خالص. هو كل اللي أنت بتعمله أنت بتsearch على الpackage اللي أنت محتاجها. والله أنا محتاج إن أنا أنزّل bootstrap، فباقول له هات لي الbootstrap كده، ورّيني الbootstrap ده بيقول إيه. هتدخل على الbootstrap أو تدخل في الsearch هنا على الbootstrap، تعمل search، أدي الbootstrap بتاعك أهو. لو جينا دوسنا على bootstrap هيقول لك إن أنت بتكتب npm install bootstrap، هو لوحده بينزّل لك الnpm. بُص، حتى لو إحنا جينا جرّبنا هنا كده، ورُحت أنا جاي فاتح التيرمينال بتاعي، عملت هنا كده cmd، وممكن نعمل mk dir مثلًا، ونكتب هنا test، بحيث بس إن أنا إيه، أعمل folder اسمه test، وجوّه الtest ده أبدأ إن أنا أدخل جوّه الtest بالمنظر ده كده بالcommands عادي، ونقول له npm install bootstrap. فالراجل ده بيعمل install دلوقتي حاليًا لمكتبة البوتستراب. لو دخلنا جوّه كده هتلاقي الحاجات اللي إحنا مش فاهمين دي إيه، ودي هنبدأ ندخل نتكلم عليها باستفاضة جوّه الreact. فهو بينزّل لك هنا node modules، ودي الpackages اللي بتكون موجودة عندك، ونبدأ نتكلم على الpackage.json ده إيه، والlook ده إيه، وهنبدأ نشرح كل الحاجات دي بالتفصيل. ولكن مكتبة البوتستراب دلوقتي بقت موجودة عندي من غير ما أعمل إيه، من غير ما أعمل لها download، ومن غير ما أنزّل الفايلات بتاعتها، ومن غير ما أعمل أي حاجة. وكل اللي أنا عملته عن طريق command صغير جدًا قدرت إن أنا أنزّل الnode عندي. ودي نفس الطريقة بالضبط اللي إحنا هنبدأ نكريت بيها الapplication بتاعنا. نفس الفكرة بالضبط لو أنا عايز أcreate react app عشان أشوف الcommand بتاعه هيكون عامل إزاي. دوس enter كده،
ادي create react app اهو. هنلاقي في حاجة عندنا اسمها npm create react app، ولو نزلت تحت كده ممكن تلاقي documentation ليه، ما لقيتش مش مشكلة، تعالَ إحنا نبدأ نتكلم فيها واحدة واحدة. طيب الnpm هو بيعمل لك إيه؟ بيعمل لك install للمكتبة بتاعتك دي، ومش دايمًا بيكون الlist version بتاعته، يعني مش ممكن ما بتبقاش النسخة المتحدثة اللي بالنسبة لك، فأنا هيبقى عندي مشكلة كبيرة جدًا وأنا شغال على مدار السنين ممكن ألاقي الapplication بتاعي ده مش متحدث. إحنا قدام هنبدأ نعرف إزاي نحدث الpackages بتاعتنا وإزاي نبدأ نعمل الكلام ده كله، بس حاليًا أنا ما أعرفش، أنا دلوقتي محتاج إن أنا أعمل installation للapp دوّة عندي عشان أبدأ أشتغل عليه. هل في عندي طريقة هندسة أقدر إن أنا أعمل بيها أو أنزّل بيها الapplication من غير ما أعمل له install أو من غير ما أنزّل الpackage نفسها عندي؟ آه، ودي بنلجأ ليها لحاجة تانية كده اسمها NPX على عكس تمامًا NPM install. طب الNPM إحنا قُلنا إن هي node package manager، طيب والNPX وهي اختصار لnode package execute. يعني إيه node package execute؟ يعني زي ما تقول كده اللي هو إيه، أنا هاعمل لك الحاجة اللي أنت عايزها بس من غير ما نعمل إيه، من غير ما ننزّل الحاجة دي على الجهاز، أنت هتاخد الapplication بتاعك يا عم الحاج وتشتغل عليه عادي ومن غير ما إيه، ما ننزّل الpackage على الجهاز. طب تعالَ نجرّب ونشوف دي بتتعمل إزاي. أنا هاجي هنا وهافتح الcommand بتاعي برضه، هاعمل cmd واكتب npx. طب وبعدين؟ خلّيك بقى ماشي معايا الخطوات واحدة واحدة. بنكتب الأول npx وبعد كده بنكتب create dash react داش app وبعد كده بنعمل space ونكتب اسم الproject بتاعنا اللي هو وليكن first project وندوس enter. طبعًا مش بنعمل install، خلي بالك إن أنا هنا عندي مشكلة في التسمية تقريبًا نفسها، فتعالَ إحنا هنعمل كده وهاقول له npx create react app وfirst project وenter. هتقفل الكوماند وبعد كده هتيجي تفتح كوماند غيره، وطبعًا شُفتوا الerror اللي ظهر لينا ده إحنا نبدأ نحلّه إزاي. في كوماند هيظهر قدّامك دلوقتي اللي أنا هاكتبه ده، وهو إن أنا هانزّل النود عندي كglobal. بُص كده node أو أنا قُلت له الnpm install -g create react app عشان أنزّل الcreate react app global عندي على النسخة اللي أنا موجود فيها عشان أقدر أستفيد بالحتّة بتاعة الnpx بدل ما أنا كل مرّة هافضل أنزّل نفس الpackage دي عندي على الجهاز. لأ، أنا نزّلتها مرّة واحدة بس، فهي بقت موجودة دلوقتي على الC متخزّنة في الpackages اللي موجودة. كل اللي أنا هاعمله إن أنا بعد كده هاقول له npx create dash react dash app وأدّي له الfirst project وأدوس enter. هيبدأ إن هو يعمل installation للمكتبة وينزّل لك React عندك. بعد ما خلّص كده جاب لي error بيقول لي aborting installation، إن في عندي مشكلة بيقول لي has failed. فإحنا ممكن ناخد الcommand ده كده منّه وأقول له control C وأعمل installation للcommand ده. دي حاجة في الproxy. الcommands دي أنت ممكن حتى يعني لو لا قدّر الله حد حصل عنده error ممكن يبقى يدّيني الcomment بتاع الerror في الcomment ونحلّه سوا. يعني لو في أي مشكلة غير الproxy هتلاقي لو أنت دَوّرت عليها على stack overflow هتلاقي ليها مشاكل. يعني اكتب لو خدنا نفس الcommand اللي موجود فوق ده وسرِّشنا بيه على proxy عشان ممكن ما يدّكش الحل بتاعه، لو سرِّشت بيه على stack overflow هتقدر توصل للحل بتاعها يعني. طيب جميل، هو كده خلّص. إحنا ممكن نعمل بقى الخطوة بتاعتنا العادية اللي هي بتاعة الNPX create react app عشان يcreate الapplications بتاعنا، والموضوع يبقى سهل وما فيهوش أي مشكلة، وهنستناه لحد ما يخلّص وبعد كده نرجع له تاني. طيب هو خلّص كده والدنيا تمام زي الفل، الحمد لله ما عندناش أي مشاكل، فإحنا عرفنا خلاص هنhandle الerror ده إزاي عن طريق الcommand اللي ظهر لنا دوّة. لو هو ما ظهرلكش أنت بتروح على طول تدوّر عليه في stack overflow. بعد كده بيقول لك لو أنت عايز تدخل جوّه الproject اعمل SD، واللي هو عشان الchange director بتاعي خلّيه للفيرست اب او الفيرست بروجكت زي ما انا مسمي اسم البروجكت اللي قدامك هنا، وادوس انتر. فانا كده دخلت جواه وبعد كده بعمل npm start وهيبدا الراجل ده يفتح لك اللوكال سيرفر بتاعك، ومن غيره انت مش هتقدر انك انت تشوف البروجكت بتاعك. يبقى لازم ولابد ان انا اعمل ايه الnpm start دي عشان ابدا ارن البروجكت بتاعي، وادي السماحيه للنود جي اس ان هو يكريت لي اللايف سيرفر بالشكل اللي انت
شايفه؟ ده أول project أو ده زي ما بنقول كده الhello world اللي موجودة فين؟ في React. طيب تعالَ نعيد نفس الخطوات دي تاني بسهولة وببساطة جدًا ونcreate application جديد ما فيهوش أي مشكلة من أول وجديد تاني. طيب تعالَ نعمل هنا كده، هندخل في الحتة دي وقُلنا إن إحنا عفوًا هنكتب cmd هنا ونعمل npx create dash react dash app وندّي له new app وندوس enter عشان الراجل ده يبدأ يcreate الapplication بتاعك في الحتة اللي إحنا واقفين فيها دي. آدي عمل لك الnew app أهو، هيبدأ ينزّل لك الpackage.json اللي إحنا لسه ما نعرفش عنها أي حاجة لغاية دلوقتي ولا اتكلمنا عنها. وهيبدأ ينزّل لك الnode modules وهي الnode packages اللي إحنا هنبدأ نتعامل معاها عشان هينزل فيها كل الpackages بتاعتنا، وده الfile أو ده الfolder الكبير اللي مساحته بتكون كبيرة جدًا، لإن ده بيكون عندي أو نازل في الproject الهدف إن هو يكون أو هو اللي بيكون قادر يشغّل لك المشروع بتاعك. طَب من غيره المشروع ما يشتغلش. طَب إحنا ده بندلّته ده كده بيتمسح، يعني هتلاقيه كده لمّا ندخل على التقسيمة بتاعة الفايلات، هتلاقي في حاجة عندي اسمها get ignored اللي هو الفايلات أو الفولدرات واللي بتعمل لها ignore، هتلاقي الnode modules من ضمن الحاجات اللي بتعمل لها ignore. يعني لو جيت هنا عملت الproject بتاعي ده على GitHub هتلاقي الnode modules ده ما اترفعش. ليه؟ لإن هو معمول له ignore لإن مساحته كبيرة جدًا، وإحنا الGitHub مش هدفه إن هو مش شبه الدرايف، يعني ما ينفعش أحُط عليه حاجات بالمساحات الكبيرة دي. ولكن الproject بتاعي still ما ينفعش يشتغل غير لمّا يكون الnode modules ده موجود. فمثلًا أنا لو حبيت أبعت لحد الproject ده، أنا بارفعه على الGitHub من غير الnode modules، وهو أول ما بياخده بينزّل الnode modules دي عن طريق الcommand بتاع npm install، هو بينزّله عشان ينزّل الnode module دي بس، ويبدأ إن المشروع يشتغل معاه عادي من غير أي مشكلة. طيب تعالَ كده نبدأ بس نكريت أو الراجل ده يخلّص كده ونبدأ نعمل الموضوع ده قدّامك يعني. بعد كده نعمل cd new app عشان ندخل جوه الfolder اسمه new app، بعد كده npm start. بس تعالَ نقفل الproject القديم عشان الlocal server بتاعنا، وتعالَ ندوس هنا enter sorry npm start enter. بُص كده بيقول لك react dash scripts، ده هنشوفه ده موجود فين، هو ده اللي بيبقى مسؤول عن حتة الlive server اللي بتتعمل دي. ده الproject بتاعنا اشتغل أهوّة والدنيا زي الفل زي ما أنت شايف. تعالَ هاوريك حاجة بس بسيطة جدًا. لو أنت جيت هنا قفلنا ده ومسحنا الnode modules عشان دوّة مساحته كبيرة جدًا. بُص إحنا حتى لو جينا هنا شُفنا المساحة بتاعته، هتلاقي إن ده أكبر file موجود عندك، ليه حوالي بُص 233 ميجا بايت، فده لوحده مساحة كبيرة جدًا. فإحنا بنمسح ده خالص. بُص كده هتلاقي حتى بياخد معاك وقت وأنت بتمسحه، يعني وأنت بتعمل له delete بياخد معاك وقت. بعد ما اتمسح من عندنا كده تعالَ نجرّب. لو أنا جيت فتحت هنا كده الcommand cmd واديته npm start عشان يبدأ يشغّل لي الproject بتاعي. بُص هنا قال لك إيه، إن الreact script مالها، دي مش موجودة عندك، الcommand ده مش موجود. طيب يبقى كده الreact script دي كانت موجودة جوّه الnode modules، يبقى أنا المفروض قبل ما أنزّل الproject ده لو أنا بقى مثلًا ده مشروع بتاعك أنت وأنت بعته لي، فأنا بابدأ إن أنا أشغّله كده بييجي لي من غير الnode modules، فبابدأ إن أنا أعمل npm install الأول عشان أنزّل الnode module نفسها على الproject، عشان لو أنت منزّل packages أو منزّل أي حاجة الراجل ده يكون مسؤول عن الحتّة ديّة وهو اللي يبدأ ينزّل لي الكلام دوّة أو المكتبات دي تكون عندي. خلّينا معاه لحد ما يخلّص وبعد كده هاوريكم هنعمل إيه. بعد ما بنبدأ ننزّل الnode module بقى نبدأ نعمل إيه، npm start بالشكل ده كده. هتلاقي إن الproject هيرجع يشتغل معاك عادي جدًا من غير أي مشاكل، لإن هو دلوقتي بقى عنده react script فيبدأ إن هو يشغّل لك المشروع بتاعك والدنيا زي الفل. استناه يخلّص، قال لك start live وفتح لك الproject بتاعك أهو، يبدأ يشتغل معانا ونشوف. وزي ما أنت شايف ده كانت فكرة الinstallation للreact. طبعًا أنا لسه ما دخلتش على أي حاجة فيه ولا الفايلات بتاعته ولا أعرف هو شغال إزاي من جوّه، ولكن هي دي الفكرة بتاعته في حتة إن أنا إزاي أبدأ أجيب أو أنزّل project عندي للreact عشان أبدأ أشتغل عليه. وده كان فيديو النهارده، إن شاء الله أقابلكم في فيديو جديد هنكمّل فيه سلسلة اتعلم react.